السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة إن شاء الله هشارككم طريقتي السهلة والمتجربة لتحضير البريوش الهش واللذيذ في البيت. شوفوا معايا كده البريوش طالع شكله حلو ازاي، وكمان هش وقطني زي السحابة، وكمان كده لما نيجي نقطعه فيه مطة ازاي ممتازة، أحسن بكتير طبعا من اللي موجود في المحلات. وكمان ما اقولكيش على الطعم تحفة، وطبعا هو مثالي جدا للفطور او مع القهوة او الشاي. يلا قومي معايا دلوقتي واعملي معايا البريوش، وهينجح معاكي من اول مرة هتعمليه. تعالي بس شوفي معايا الطريقة خطوة بخطوة، ونبدأ الاول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ بسم الله. معانا معلقة كبيرة من الخميرة، هنحط عليها معلقة من السكر، وبعدين هتحطي عليهم ربع كوباية من اللبن الدافي، وهنقلبهم كويس مع بعض علشان نختبر الخميرة بتاعتنا. نسيبها على جنب ونجيب بولة هنحط فيها معلقتين من اللبن البودر ونص كوباية سكر بودرة، هنحط عليهم بيضة، وكمان هنحط بياض البيضة وصفار البيضة هنشيلوها على جنب علشان هو ده اللي هندهن بيه وش البريوش لما يدخل الفرن. هناخده معلقتين كبار كده من الزبادي، وطبعا ما تنسوش ترش رشة بسيطة كده من الفانيليا، ونقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. وبعد كده هتجيبي نص كوباية من اللبن الدافي وهتحطيها على المكونات السايلة دي. هنضيف الخميرة بعد ما اختبرنا التخمير بتاعها ولقيناها كويسة، هنقلبها كويس. هنبدأ نجهز 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنحط عليهم رشة من الملح، معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل، ونبدأ نحط المكونات السايلة على المكونات الجافة. نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي. طبعا عجينة البريوش لما بتيجي تعجنيها بتبقى طرية او بتلزق كده في ايدك. هنضيف عليهم معلقتين من السمنة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ونستمر في العجن ليها. وبعد كده هناخد العجينة بتاعتنا هنحطها على مفرش السيليكون، وهنبدأ نعجن فيها لمدة 10 دقايق كده على مفرش السيليكون لغاية لما تمط معانا بالمنظر ده. بعد كده هنحطها في البولة ونغطيها ونسيبها لمدة ساعة ونص. بعد مرور كده ساعة ونص هنبص عليها نلاقيها اختمرت، نديها البوكس بتاعنا، نحط على المفرش السيليكون رشة بسيطة من الزيت، وتبدأي تلفيها رول كده وتقطعيها على 4 أجزاء. تاخدي كل واحدة فيهم تعمليها كورة كده، تقرصيها وتخليها زي الكورة، وتبدأي تشيليهم على جنب زي ما انت شايفة معايا دلوقتي. عملناهم 4 هما. هتغطي ال3 التانيين، وتبدأي تاخدي أول واحدة تبدأي تلفيها تبرميها كده، وبعد كده هتقطعيها لأجزاء صغيرة. أنا قطعتها ل7 أجزاء، وبعد كده خدت واحدة واحدة وتنيت أقرصهم، وبعدين عملتهم كور يعني صغيرة، وبعدين سبتهم على جنب. هاخد اول كرة وابدأ ابرمها زي ما انت شايفة في الفيديو من جوه لبره كده. طبعا العجينة بتاعتنا خدت وقتها في التخمير جدا، فمش هتلاقيها هتكش معاكي لما تيجي تبرميها وترجع تاني، لان في عجين لما تيجي تعملي تبرمي كده او تعملي اي شكل تلاقي العجينة بترجع وتكش تاني، لان هي ما خدتش وقتها في التخمير. كده برمنا 3 وحدات. هنبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا على شكل الضفيرة. تبدأي تاخديها من اليمين للشمال، من اليمين للشمال، تضفري عادي خالص. كل العجينة بتاعتنا هنضفرها. أول شكل معانا بعد ما ضفرت كده العجينة كده، هتلميها هما الاتنين مع بعض وتقفليها كويس قوي. وتاني واحدة برضك هتضفريها، وبعدين هتلفيها كده شبه الوردة بالظبط، وبعدين تلفيها من تحت. طبعا لو وصلت معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسيش حبيبتي تعملي لي لايك لو عجبك الفيديو واستفدتي منه، وقولي ايه رأيك في الفيديو ده في التعليق. ولو ما اشتركتيش في القناة تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نرجع تاني للفيديو. ممكن العجينة دي تحشيها بأي حاجة انت عايزاها، تمر، زبيب، شوكولاتة.
هنعمل شكل بقى بسيط خالص اللي هو الضفيرة بس، وتقفليها على كده بس. وانت بتبرميها ما تخليش البرمة طويلة، خلي البرمة صغيرة بحيث ان تكون الضفيرة كده تخينة ومدملكة. ما تنسيش تقفليها كويس عشان ما تتفكش معاكي. نجيب صينية نرش فيها رشة صغيرة من الزيت، ونبدأ نحط الأشكال بتاعتنا كلها في الصينية بتاعتنا، ونسيبها لمدة نص ساعة تتخمر تاني. فاكرين صفار البيضة اللي احنا كنا سايبينها؟ هنجيبها ونرش عليها فانيليا، ونحط عليها 3 معالق كبار كده من اللبن، ونبدأ نقلب المكونات دي كلها مع بعض عشان ندهن بيها البريوش قبل ما يدخل الفرن. وده هيكون السائل اللي احنا هندهن بيه. وده شكل البريوش لما تخمر لتاني مرة. هنبدأ بقى ندهن الوش بتاعه بخليط البيض ده. هنكمل دهن البريوش كله وندخله على فرن سخن. وده وقت مناسب قوي ان احنا نعمل البريوش عشان شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. الناس كتيرة بتحب تعمله قوي في الايام دي، وممكن تلونوه بالوان طبيعية والاطفال هتفرح بيه جدا. بعد ما خلصنا الكمية كلها دهن، ممكن تسيبيه سادة كده او ترش عليه معلقة سكر زي ما انت شايفة كده على الوش من فوق قبل ما تدخليه الفرن. وطبعا السكر يكون خشن مش السكر الناعم. طبعا لما تدخليها في الفرن هتدخليها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، وتتني بص عليها. اول ما يحمر وشها على طول تخرجيها من الفرن. طبعا انا مش ناسية ان اكتب لك المكونات بتاعة الوصفة بتاعتنا النهاردة في صندوق الوصف عشان تقدري ترجعي لها وتاخدي كده سكرين شوت ليها عشان تستخدميها بعدين. فياريت يا احبابي ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلوبكم. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما نخرج البريوش من الفرن هنجيب معلقة من الزبدة او السمنة وندهن بيه وش البريوش من فوق علشان يدي لمعة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هيدي طراوة قوي ليه. وما اقولكمش كمان على الريحة بتاعت البريوش عاملة ازاي في البيت. هنكمل دهن البريوش كله بالسمنة بتاعتنا. طبعا كده احنا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تقولوا لي رأيكم فيه وتجربوه، وقولوا لي كمان تجربتكم وتكتبوها لي في التعليقات. ولو في اي سؤال انتوا حابين تسألوه ممكن تقولوه لي في التعليقات وانا هجاوب عليكم. والسلام عليكم. وهسيبكم بقى تشوفوا كده منظره بعد ما خرج من الفرن.